حكومة السبسي على بكرة أبيها وزراها الكل مرتبطين بكمال الطيف، اتصالات يومية. رجعنا لكمال الطيف في عهد بن علي، وقت اللي تحدثوا عليه قالوا الوزراء قبل ما يمشيوا لبيرواتهم كانوا يتعداوا البيرو كمال الطيف. بالله خليني نسألك هذا سؤال. كمال الطيف رجل الرؤساء ورجل الظل وصانع السياسة في البلاد التونسية. بالله خليني نسألك سؤال، في الحوار الوطني عندوش يدخل في الشخصيات والله أنا في الحوار الوطني أنا السياسة ما نحبش نتحدث، أما أنا نسألك أنت فقط سؤال خاطر أنا نجهله. قداش عنده هو قداش ثم من مرشح في الحوار الوطني؟ 8. ثم 6 مرتبطين بكمال الطيف. حتى المرشحين هذوما جدد يعني؟ أنا قلت لك يعني عندي هذا 6. هذا مستوى آخر من الحديث، أنا مش نرجع لك عندي 6 نعم. فاهم واحد تكلمت لأنه مسألة هنا تدخل في الوطنية، أنا هنا نخرق سرية التحقيق. مسألة وطنية وهاني نخاطب الشعب التونسي ونخاطب الناس اللي قاعد تتحاور توا. سي محمد الناصر اللي بقى تو في السباق عنده 188 مكالمة مع كمال الطيف، العلاقة ترجع حتى ل 2010. مرشح شكون هذا؟ أنا وليت نقول في حاجة، يعني أنا بطبعي ساعات نخلط الجد بالهزل. والله كان تمشي الحكومة تتفاوض مع كمال الطيف على رئيس الحكومة القادم خير.